بتشتغل نايت شيفت او ليت افتر شيفت اللي هو من 6 ل 2 بالليل وبقالك فتره طويله من 3 ل 6 شهور، تعالى بقى عشان الكلام ده مهم قوي. الناس اللي بتسهر وبتكمل في السهر بتاعها لقرب الفجر وبعدين تنام 3 4 5 و6 الصبح، يعني هو عاده اللي ينام في التوقيت ده هيصحى الظهر او بعد الظهر. ايه اللي بيحصل بقى مع الاستمرار كده؟ انت بتبوظ البيولوجيكال كلوك بتاعتك. ربنا سبحانه وتعالى عامل لك نظام جوه جسمك يظبط لك نومك ويظبط لك يومك، الاثنين مع بعض. من بعد العشاء بيبدا يعلى عندي الهرمون اللي بيساعدني على الكليننج بتاع النيرفس سيستم، اللي بينظف عندي النيرفس سيستم ويساعدني على النوم، اللي هو الميلاتونين. ويبدا يقل قصاد منه هرمون الكورتيزول اللي كان مخليني فايق طول النهار. اللي بيحصل ان انت مع السهر المستمر وانت بتضغط على الخلايا بتاعتك ان هي تتحمل السهر، خاصه وان في سهر غير سهر الشغل، في سهر مربوط بادمان الدوبامين، الانبساط بتاع الفرجه على الافلام او لعب البلاي ستيشن او لمه الصحاب، ايا كان انت قاعد سهران عشان خاطر ايه. ده بيضغط على جسمي اكتر فبيخلي هرمون الكورتيزول طول الوقت اعلى من الطبيعي. فالنهارده عندي خلل للهرمون المهم عشان يظبط عندي جهازي العصبي ويشتغل كمضاد للاكسده ويساعدني على النوم وتجديد الخلايا العصبيه قليل. والهرمون التاني اللي ضاغط عندي على الخلايا بتاعتي وبيقلل معدلات تجديدها هو اللي عالي، اللي هو الكورتيزول. وهنا احد اهم اسباب الشيخوخه المبكره. ده غير كمان ان الجسم بيعتبر سهرك ده ان في حاجه غلط، فيبدا يطلع عندي الجين ده يطلع 3 هرمونات مع بعض، منهم واحد مسؤول عن سياده اللون بتاع البشر. فما تجيش تشتكي بقى وتقولي ان انا عندي هالات سمراء حوالين العين وانا عندي تصبغات زياده بتحصل عندي في وشي. ده ناتج حضرتك من السهر، لان الالفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون او الهرمون اللي مسؤول عن زياده تصبغ البشره طالع كتير. ده غير طبعا ان احنا واحنا سهرانين الشهيه عندنا بتزيد عشان جسمي يحاول يعني يتحمل الضغط اللي عليه، فناكل نشويات كتير، مقاومه انسولين كتير، ونخش في شيخوخه تانية متعدده الاسباب. فخد بالك لو انت من الناس اللي نومها دايما بيكون متاخر وصحيانها دايما متاخر، سواء لعوامل الشغل او لعوامل اخرى، الناس بتاعت النايت مهم جدا ترجع للنورمال شيفت بتاعها كل 6 شهور عشان ترجع تاني تريستور البيولوجيكال كلوك بتاعتها، وبالتالي الخلايا تقدر تتجدد، الجهاز العصبي عندي يشتغل مظبوط، الذاكره عندي تبقى كويسه، فرص الاصابه لا قدر الله بالامراض المزمنه تبقى اقل بكتير. افتكر دايما ان صحتك اهم.